السلام عليكم يا حبايبي، ازيكم عاملين ايه؟ ان شاء الله دايما يا رب بخير وصحة وسعادة وهنا. رجعت لكم من جديد معاكم الست ام قمر، وبحييكم وبقول لكم وحشتوني كتير كتير كتير. غبت عنكم كتير ولكن بوعدكم مش هغيب تاني. اول رحلة مع بعض وكنا في الريف العربي، انا واسرتي وعيلتي الجميلة اللي بحبهم قوي قوي قوي. حابة أشارككم معايا رحلتنا الحلوة قوي دي، وإن شاء الله تعجبكم زي ما عجبتني بالظبط. وعايزين أي تفاصيل لأي حاجة قولولي عليها وأنا أكتبها لكم في الكومنتات. هنا هتشوفوا بقى أول وبداية الرحلة من أول ما نزلنا من العربيات لغاية ما هنروح. يلا تعالي تعالي تعالي. يلا حجاج. يلا يا سولي، رحلة سعيدة يا سولي. سولي جنبي اهو. ايوه الصعيدة هم وصلوا. او ناخد العربية برضه ما جوش. احنا عايزين ايه بقى دلوقتي؟ نستنى نتجمع كلنا عشان يعملوا احتفالية لينا احنا لوحدنا. سلامات سلامات واحد. صوري الفيديو ده، كل الصور اللي هتصوريها. حاضر، ده كده فيديو اهو. ايوه موزة نايم. هنا بقى كان اول دخول لينا على البسين، وكان بعد احتفالهم طبعا بينا واحنا داخلين من بره. بيبقى الاحتفال حلو جدا جدا، والطبل البلدي كده شغال بقى، وبجد بجد حلوين قوي يعني. بجد كانت فسحة حلوة جدا جدا، جربوها وروحوها. هما ليهم مكانين، في الفيوم وفي الماريوتية، او مش في الماريوتيه بالظبط يعني. هكتب لكم العنوان كله، وان شاء الله يكون عجبكم. هنا كنت باخد معاكم جولة كده في المكان وهو لسه يعتبر رايق. هو كان زحمة موت اصلا، بس هنا كان لسه في بداية اليوم، كان قبل الفطار وقبل الحاجات دي خالص. هقول لكم برضو الاسعار لو حابين تعرفوها، هكتبها لكم في الكومنتات برضو. واي معلومات اي تفاصيل اي حاجة اسألوني فيها وانا هجاوبكم على طول. هنا بقى بنتي جميلة كانت لسه داخلة وبتتعرف بقى على المكان، وكان في بنوتة كمان معانا اسمها جميلة تاني، فاللي هي كانت يعني فرحانة ان في بنوتة تاني معاها اسمها جميلة. ويونس حبيبي كان بيلعبني هنا بقى. يلا نشوف الاجواء مع ليلى. منور منور الدنيا كلها. عقبال ما نتجمع يوم حجك ان شاء الله، انت وطنط طبعا. والله راح اضربك. منور يا ابو ياسين، منور يا ابو ياسين، منور يا ابو ياسين يا غالي. منوره يا طنط، منوره يا طنط، منوره يا حبيبتي. عشان بصي شعرك نفس الطرح كده محجبه. لا عشان دي القرية والنعم قطاع مخصصة للملاهي والعامل منوعة والتوفير والمنى بسعرها 10 جنيه للنشاط. جميله يعني بخلي دول ايه اسامي كده.
تحسوا ان انتوا الاتنين اخوات سبحان الله، نفس الركن ونفس القعده. مش فاهمه في ايه. هما الاتنين. منور يا ابو محمد، منور يا حبيبي. منوره يا مموجي، منوره يا حبيبتي. وهنا بقى كنت لسه اقول لماما منوره يا ست الكل. طبعا كانت اختي بتعدي، فاللي هو انا ما عرفتش، كنت باصه الناحيه التانية بس الكاميرا شغاله وبتصور. ولكن حالا يا امي اقولك منوره يا ست الكل طبعا. واختي طبعا اكيد منوره الدنيا كلها. طبعا الاجواء كانت جميله خالص خالص. زي ما انتوا شايفين المطربين اللي حاطين الصور بتاعتهم دول كل يوم واحد فيهم بيحضر حفله كل يوم. طبعا الحفلات بتاعتهم بتكون فري، هي بتكون على التيكت بتاع الدخول اصلا. ده هنا كان شكل المطبخ. طبعا هنا كان لسه الوقت بدري خالص الصبح. الشباب زي ما انتوا شايفين جوه كده كانوا لسه بيجهزوا المطبخ وبيصبنوه وبينضفوه تمام. هنا ده كان الفطار بتاعنا اللي كان نازل لسه. طبعا كان بيقوموا بالتوزيع بتاعه. كان عبارة عن فطير مشلتت وعسل ابيض وعسل اسود وجبنة قديمة وجبنة قريش ووجبات فول زي اللي بنتي بتاكل منها دي. هي كانت طلبت فول، عايزة تاكل فول بطحينة، وكان حلو جدا زي ما انتوا شايفين. هنا بقى كان وقت الفطار بتاعنا كان تقريبا حوالي الساعة 9 الصبح. كان وقت الفطار كويس جدا يعني صراحة. كنا بقى مهيصين والاغاني والاجواء والدنيا جميلة. بس انا هنا كنت مضطرة ان انا اقفل الصوت عشان في طبعا حقوق طبع ونشر، ما ينفعش ان انا انزلها في الفيديو. هنا بقى وكنت ابتديت ان انا ادوق حاجة لقمة كده من كل حاجة واشوف طعم الحاجة كان عامل ازاي. صراحة ربنا الجبنة القريش كانت حلوة جدا جدا، طعمها فلاحي فلاحي يعني. العسل الابيض كان تحفة. وجبة الفول دي مش طعمها مش حلو صراحة. فانا حتى قلت لهم في المطبخ وكده ان يظبطوها شوية عن كده. الجبنة القديمة، وهو ما كانش جبنة قديمة، كانت جبنة محلات اللي هي المطبوخة. العسل الاسود كان حلو، كان تقيل. بس يعني المهم ان كان الفطار بتاعنا كويس تمام جدا الحمد لله. هنا بقى ابو محمد كان واقف بيرقص بقى هو وكابتن حمزة، ما شاء الله عليه، ربنا يحميه ويحفظه يا رب ويخليه لنا. كنا بقى مهيصين اليوم يا جماعة، كان تحفة بجد بجد، كان ممتع جدا جدا. نشاط وحيوية وخروج من 7 الصبح، وشفت الشمس وشفت النهار وشفت الليل وشفت المية وشفت كل حاجة جميلة. وهنا بقى القمراية بتاعتي كانت راحت غيرت هدومها بتجهز ان هي كانت تنزل في البسين. وهنا طبعا سلمى القمر اللي بتعوم في البسين زي القرموط بجد، عليها الله اكبر. عجبتني جدا جدا يعني، حلوة بجد حلوة يعني. ربنا يحفظها يا رب ويحميها ويكفيها شر العين يا رب، اللهم امين. هنا بقى كانت زي ما انتوا شايفينها كده بتعوم على وش المية، نايمة نوم بجد. البنوتة متمكنة جدا جدا يعني، الله يحفظها يا رب ويحميها يا رب. زي ما احنا شايفينها كده هي حابة تعمل كل حاجة في المية. هنا كانت بتشاور لي بتقول لي تاني تاني. طبعا هنا كان صوت الاغاني شغالة، فاللي هو انا ايه مش عارفة اوضح لكم كل حاجة يعني. بس في كتير طبعا في الفيديو في الاخر لما ينزل المطرب بتاع اليوم ده عادي هيكون فري كده، هنفتح الصوت مفيش اي مشكلة فيه. ان شاء الله يا رب الفيديو يعجبكم للاخر. تابعوني وما تروحوش في اي حتة، وما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب للقناة لو كان عجبكم الفيديو. حطولي كومنت واسألوا اي سؤال انتوا عايزينه. حمزة
ودلوقتي بقى طبعا كنت انا نزلت البسين هنا خلاص، وطبعا ده كان صعب عليا جدا. انا اصلا ما بعرفش ان انا اعوم، وعندي فوبيا من المية والبحر والبسين وكده، ولكن الحمد لله الحمد لله كنت نزلت. طبعا نزلت بصعوبة جدا. هنا كلهم كانوا ملمومين حواليا، اللي هم بيحاولوا ان انا يعني ايه اتعامل مع المية بقى وايه اعوم وكده. اخواتي هنا بيحاولوا اني يعني يسيبوني، بس انا طبعا مش قادره خالص، وكنت خايفه. بص كنت عماله اقول لهم خلوني اطلع خلوني اطلع، وطبعا ما حدش سايبني ان انا اطلع. يعني بقيت اقول لهم حرام عليكم سيبوني. طبعا سلمى هنا كانت نفسها تلعب بقى معايا في الميه، بس مين يعني، جت في مكان غلط خالص. ما كنت صراحه ربنا يعني جاي معايا خالص الموضوع ده ان انا اعوم بقى وكده يعني. هنا بقى كنا رحنا على الاكوا. طبعا دي حاجة بقى جميلة جدا جدا، كلها زحاليق كده زي ما هنشوف حالا. طبعا بمستويات، كل واحدة أعلى من التانية، كل واحد بيطلع على المكان اللي يناسبه. وأصلا نزلتها صعبة جدا يا جماعة، صعبة بجد يعني. سلمى هنا برضو الموضوع ما شاء الله ما كانش معاها، طلعت وبقت تنط من فوق. طبعا اللي بينزل اصلا بينزل مع ضغط الهواء مع ارتفاع الزحلية من فوق. انا كده جبت لكم شكلها اهو من فوق، بينزل يعني ما شاء الله تقولوا ايه دبشة وقعت في ترعة يعني بس بجد بجد برضو كانت حلوة جدا جدا. والناحية التانية الزحليقة اللي هي الدوران خالص دي فيها منحنيات كده، اسلام برضو ابن اختي نزل فيها. بس بجد بجد حلوة يعني، عجبتني خالص صراحة. ولكن انا كتجربة استحالة استحالة اجربها يعني. يلا طبعا معايا بقية الفيديو. اطلعي اطلعي اطلعي.
خديها سلمى معاكي ونطلع. حد يجي معايا سلمى. يلا يا سلمى. كداب يا خيشه. يلا بنسى يلا بنسى. بصي سلمى بصي سلمى اطلع بصي سلمى. اوبا ايوه بقى يلا مشاكل. المفروض تخليها في الاول كده غلط. بصي في الكلام ده. بصي بصي بيسرح شعره. تعالى اخد ميه. هي الميه ما بتشرقش، هي مش مالحه بس بتوجع المناخير والبق. تعالوا بقى حالا ناخدكم على اول حفلة كانت موجودة. خايفة عليك عشانك ومش خايفة عليك قول يا هوا خليني أعيش الشمس وحر الشمس عليك اللي مسافر ارفع ايدك فوق اسمع السقف فين واحدة احنا بس مباشر على صفحة الريف العربي، اللي يحب الريف العربي يرفع ايده فوق يعمل كده. قول له سقفوا له. الله وفي ليلة ما جاني الغالي ودق عليا الباب يبتسم زي الحاجة وبتسابق كداب وفي ليلة ما جاني الغالي ودق عليا الباب يبتسم زي الحاجة وبتسابق كداب أتاري حبيبي بيقول يا حبيبي أتاري حبيبي بيقول يا حبيبي وانت في لهيبي افتح دورة للغياب دورة للغياب صحفونا كولا اسمع السقف فين اللي يحب ربنا يسقف معانا سقف معانا فوق الصعيد يا بيه على الصعيد يا جوه الحاج اللي مش هيرفع لفوق الصعيد فوق الصعيد يا ابو الصعيدي رمال الشوق يا سيدي الصعيد يا ابو الصعيدي رمال الشوق يا سيدي حتى اسال كل خاج وانا صعيدي بص اللي يحب الريف العربي يرفع ايده الاثنين لفوق ارفع ايدك فوق. تعالوا بقى دلوقتي اخدكم على المطبخ ونشوف الوجبات اللي كانوا مجهزينها لنا على الغدا. كانت واو. هنا بقى طبعا ده كان يعني جزء من الوجبات بتاعتنا اللي تسلم ايديكوا يا شيف، تسلم ايديكوا. ايه دي موجود عندي من الشوايه طلعت خلاص. ريحة الأكل من أول ما ابتديتوا فيه وزي العسل والله العظيم. تسلم ايديكوا كلكم ناس زي الفل. ربنا يخليك يا رب. تسلم ربنا يخليك يا رب. ايه؟ وهنا بقى كان نزل الغدا بس انا كنت نسيت خالص ان انا اصور. صورت في الاخر خالص. وبجد احلى حاجه ان بينزل الاكل على المنقد كده زي ما احنا شايفين بيكون سخن قوي. تعالوا بسرعه نشوف امرايه كلت وعملت ايه. نسقني ومتجنن محدش فيهم شال همي نسقني ومتجنن محدش فيهم شال
خلاص بص بص الواد بيتنفض ازاي. خليه ينزل ياخد غطس كده. لا 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 سبيح سبيح سبيح. لا لا ما تخلوش يشيله حرام عشان هو برضه يبقى عارف يعوم مع نفسه. وسلمى يا سلمى تقيل عليه يا ماما في الميه. لا خلي محمد ينزل من على كتفه ما يتقلوش يا سيد يا عم عشان جنابه يا عم. يلا خلي خدي محمد خدي محمد. بص الواد عامل زي الفار المسلوخ. عدي من تحت الرصيف وتعالي هنا. انا جايه لكم انا جايه لكم. هنزل بس هناك. حسبي يا حور. يلا ياسين انزل ياسين. انزل لجدك يلا. انا خدت حته وقعه. خدت حته وقعه على غفله. سربرايز. كان ناوي لك على نبره على فكره. يلا ياسمين ياسمين انا بعد فوقك ياسمين. حافظ مجرد الكلمه. يلا دبشه وقعت في طرعه. يلا 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 ياسمين يلا ياسمين يلا ياسمين يلا. انا هنزل ببتاع الاطفال يا حبيبتي. بس هتقولي من هنا ليه انت عبيط؟ عايز تقولي من هنا ليه؟ والله انا قلت عشان ما تنزليش على دراعي. والله ما تفهمنيش غلط. يا هطل. انت كده غلطانه ولا بفكرك دراعي؟ بتحلفيني؟ والله ما كانش نيتي ان انا اوقعك. والله ما تفهمنيش غلط. والله العظيم كان كل نيتي ان انا زيك ما تنزليش على دراعك. يلا يا سالي. ايوه بقى يا معلم. ايوه ايوه يا ابو ياسين. بص جنبك يا ابو ياسين. بص اخيرا يا ريان نزلت يا ريان بجد. وانتوا مع بعض صوره صوره. وانتوا مع بعض وانتوا مع بعض صوره. تعالى يا ابو ياسين. تعالى يا ياسين. تعالى يا ابو ياسين. يلا ضمي كده عليهم يا ابو ياسين. انزل كده. اخلص اخلص اخلص. ده انا عيوني سودا. ايوه ده انا عيوني سودا. يلا يا ياسين لف علينا يا ياسين عشان يلا. مية مية والله. عسل عسل. تعالى كده بيه. حنايا. وهنا بقى كانت جت الفرقة الاسكندراني، فرقة استعراضية حلوة جدا، وقضت معانا حوالي بتاع ساعة تقريبا في الوقت يعني. وبس انا ما صورتش كل حاجة لاني انا كنت في البسين. كنت خلاص بقى اللي هو بدأت ان انا اتعود ان انا انزل واطلع، فكانت حلوة برضو جدا صراحة. ودي كانت
يا صياد عمي يا صياد عامل شباكك فين عمي يا صياد عامل شباكك فين كل ما تصطاد يطلع لي ضد عمير عمي يا صياد عامل شباكك فين كل ما تصطاد يطلع لي ضد عمير يلا يا عم سلام عم احمد الزوكي بيقول لك انا طول عمرك وهنا كده كنت عايزة اقول لكم ان كان في فقرات تاني كتير معانا، بس انا للأسف ما كنتش صورتها لاني كنت مع اجواء العيلة وكده. وهنا كمان كان خلاص بنغادر المكان، بنجهز العربيات بتاعتنا وهنمشي عشان كان خلاص اليوم خلص. طبعا احنا خلصنا هنا كان 7 مساء، وكان في فقرات تانية ركوب خيل وكده، بس صراحة انا بخاف يعني فما حبيتش ان انا اجرب. وهنا ده كان اهو المكان مكتوب عليه الريف العربي. المرة الجاية ان شاء الله نروح الريف العربي الكبير. لو كان الفيديو عجبكم ما تنسوش تعملوا لي لايك وسبسكرايب للقناة، واي حد عايز يسأل في اي حاجة في الكومنتات انا هرد عليكم، لكن اللي هيسألني صوتك ماله او بتنهاجي ليه في الفيديو عشان انا كان عندي برد خالص لما طلعت من البسين، وطبعا بمنتج الفيديو بعد ما خلصنا. ما تقلقوش عليا، انا بخير.